الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في البدء نترحم على شهداء حرب الكرامه ونبارك النصر لاخواننا في صميمه وفي الخوي. باذن الله تعالى نبشركم نحن على مشارف بارح حنلتحم اخواننا في المبيض وبعد النهوض والفاشر جوا. الجيزان دول اخوانكم بالحماس ده، الصناعي شايفينها، العربات شايفينها، هذيك زي معنا جبل اولياء. كنا غيرنا وهي تدي الحمد لله، دي غنايم صالحه ودي عربات ومدافع وندقهم بها باذن الله. القوه كلها بنجهز فيها يا جماعه، دي الغنايم حقت الدعم السريع، حقت الميليشيا، ودي المدافع، ودي الخرطوشه، دي اللي استلمناها ونايم الجبل، وباذن الله تعالى هن اللي بيحرر بلدنا ده كله. يدقهم باسلحه ويعززوا نحن السلام باسلحه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بنقول ناس بارع، ناس بارع، ناس بارع باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. ما زلنا في معركة الكرام. كل الحب للشعب السوداني وأقارص الطحاري، القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية له. قبل ما نخش التفاصيل، نتمنى الناس تعمل اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا عشان يصلك كل جديد. وأيضا تعليقك ورايك مهم يا شباب. كلكم شاهدتوا الغاية تابعان لكيكل، اللواء كيكل طلع بتصريحات نارية، وبعد ده جنجويدا في محور بار، في محور فاشل، بلو راسكم. كلكم عارفين بأنه الأحداث الأخيرة اللي حصل على مستوى منطقة أم سميمة، بعد ذاك بأنه طلع الغادة بتاعت أهلنا المسيرية ابتداء بخروج بتاعت اللواء غلا ججة، طلع وجه رسالة مهم لرئيس الدعم السريع الحالي حميدتي، وكان رسالة بتاعت بأنه هم متحمشين على مستوى محور كردفان، عندهم نقص في العطاء ونقص في حاجات كثيرة. ودي بالمناسبة ماشي طريقة اللي هو جلع، ودي بالمناسبة نهاية كل زول يمشي مع الدعم السريع. ونحن رسالتنا لأولاد المسيرية، انتوا كده كده البلد جايكم، بعد ده بانه عندكم خيارين، يا الاستسلام يا الجخل، وبعد ده الخيار في يدكم انتوا. كلكم شاهدتوا بانه ابعاد لكيك قال بانه من هنا نحن ماشيين بارا، ومن بارا داكسين باشير السلطان. بعد ده البل والجد هلا عليه. عشان كده بانه المغتب الميليشيا عريانه يا شباب. الناس اللي قاعد تقول بانه القوات بتاعت الناس كيكل والبراعون ما بيمشوا الفاشل، بعد ده اسمعوا كلام الكيكل. كيكل قال لهم نحن متجهين للفاشل. عشان كده نحن نقول بانه القوميه هتنتصر، وكلنا سودانيين بالمناسبه. دي الليله طلع ابعادنا كيكل زول من الوسط، وطلع قال لكم انا قواتي ماشيين لاقليم دارفور، ودي قاعد يقول بانه القوميه بالمناسبه بغض النظر عن انت من اقليم، احنا كلنا في المقام الاول سودانيين وشغالين بل وجفن للجنجه. في انتفاضه يا شباب من اولاد المسيريه الموجودين على مستوى محور كردفان ضد الدعم السري. كل الغاده بعد جخم الغايب عثمان سليك اللي هو غايب كبير من اولاد المسيريه بالدعم السري. بعدين في قاموا كل الغاده بتاع اولاد المسيريه انتفاضه ضد الدعم السري. ونحن عندنا بيانات تجتهد الغاده بتاعت اولادنا المسيريه على مستوى محور كردفان دايرين يسلموا للقوات المسلحه السودانيه كميه من الغاده، لكن احنا ما دايرين نقول الاسماء لدوافي عسكريه ودوافي امنيه. عشان كده بانه قريبا بتسمعوا غاده بتاعت اولادنا المسيريه اللي بارزين في الدعم السري يتم انضمامهم للقوات المسلحه السودانيه، وهسه شغالين ترتيبات وكونتات مع الغاده بتاعت القوات المسلحه السودانيه. دي بالمناسبه حتكون
نهاية طعم الطريق وانحيار بتاعت الجنجة. براكم شفتوا الرسالة بتاعت جدة وكمية من الرسائل الصوتية اتسربت من جروبات بتاعت الجنجة اللي في الميديا. الناس دول بالمناسبة شعارهم واحد، هم ذاتهم بالمناسبة دايرين يكونوا شجعان كردفان وبيكونوا غايمين بذاتهم ويجوا يسلموا للقوات المسلحة السودانية عن طريقة كيكل يا شباب. الناس دي ماشيين بالاستراتيجية ده، ومعظم أولاد الكردفان والغادة الشرفاء الموجودين على مستوى القوات المسلحة عندهم تواصل تام مع نسجوجة وكمية من الغادة الغلا التعبير للميليشيا في محور كردفان. ودي رسالة مهم الناس بتسمع بشريات سمحة من محور كردفان وانضمام قادة بارزين من الأولاد المصرية للقوات المسلحة السودانية. كلكم عارفين يا جماعة بينه فاشر السلطان عميز الغريبة دي صد الهجوم رقم 222 تم بل وجغم الجنجة على مستوى أسوار الفاشر. بعد ذلك بينه كمية من الجنجة دنيا زايلة وزايلة نعمتي. بعد ذلك الباقية الرضا يا شباب. عارفين بينه فاشر السلطان فاشر الصمود مرال فوق وفاشل ثم الجنجويد. وعندنا يا شباب بينه قلنا محور الكردفان مولع وجيش الرمرم متجهة نحو إقليم كردفان. وإذا يا شباب الناس ما تنسى محور السهرة أنيس الغريبة دي نزور الجو مضيف وجبل. نزور الجو طبعا زار محور المثلث وكمية من الجنجة دنيا زايلة وزايلة نعيمتي. وإذا يا جماعة قواتكم المشتركة اللي في الأطرون زاحفة على محور فاشل. قلنا بأنه فتح حصار الفاشل بقت غريبا من أي زمن يا شباب، وغريبا بتسمع بشريات سمحة على مستوى محور فاشل ومحور كردفان. وأيضا رسالتنا الأخيرة يا شباب عن نسور الجو زار منطقة البارة وكمية من الجنجة دنيا زايلة وزايلة نايمتي. وأيضا يا شباب نسور الجو زار تجمع بتاعت الجنجة على مستوى أسوار الفاجر كمية من الجنجة دنيا زايلة وزايلة نعيمتي. وأيضا يا شباب من نزور الجو زار منطقة كاف وبرضه كمية من الجنجة دنيا زايلة وزايلة نعيمتي. في نهاية كلامي نقول كل الحب للشعب السوداني غارس التحايا للقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى. نتمنى الناس تعمل اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا عشان يصلك كل جديدنا. كلنا قوات مسلحة، كلنا براعون، كلنا مشتركة، كلنا أبو تيرة، كلنا قوات مسلحة.